سنة وانتم طيبين. هنعمل مع بعض عروسة المولد. هجيب الأول قطعة من الكرتون كده صغيرة، بحيث ان انا اسند عليها العروسة لما تكون واقفة تقف لوحدها. فهنلزقها كده من الرجلين بالشمع بالطريقة دي. بعد كده هجيب تل، ده بواقي قماش كان عندي هنا، ده تل. هعمل حوالي طبقتين كده من التل، وده ستان. انا خيطت الستان مع التل بسراجة عادية كده جدا من فوق، بحيث ان هما يتثبتوا مع بعض. وبعد كده هاجي عند الوسط وابدأ ان انا الزق اللي هو الجيبونة اللي انا عاملاها دي، وبعمل كده زي كسرة كده، بحيث ان هي يعني تديني يعني نفشة، كسرة بسيطة كده يعني. كل 3 يعني كل 2 سنتي كده نعمل ايه، يعني كسرة كده بالشمع ونلفها لحد ورا بالطريقة دي كده. بالشكل ده. بعد كده بقى هجيب التل اللي هو اللون اللي هو الروز. هجيب بقى الطبقات اللي انا عاملاها، انا عملت 4 طبقات منه. وبعد كده هجيب الابرة والخيط واجي بعمل الحرف اللي فوق ده واسرج سراجة عادية كده زي ما انا بعمل بنفس الطريقة كده لحد ما نخلص. طبعا احنا بناخد المقاس اللي هو احنا بنزود طبعا عشان يدينا الكشكشة للجيبونة او للجزء التحتاني ده بتاع الفستان. وبعد كده بقى بنوسع، بعد ما بنسرج كده بنوسع بقى على المقاس اللي احنا عايزينه، وبعد كده نلزقها بالشمع على وسط العروسة بالشكل ده. كل مرة باجي احط طبقة من القماش بطلع يعني سنة فوق عشان ما يبقاش الجزء اللي هو بتاع العروسة اللي من عند الوسط ده يبقى عالي. هنا بعد ما لزقتها، هنا بقى انا جبت اللون الابيض ده قماش اللي هو الستان. وبعد كده هسرجه بنفس الطريقة اللي انا سرجت بيها التل اللي انا عملته اللي هو لونه البينك ده او الروز. و يعني حوالي عاملاها حوالي 10 سنتي كده او 11 سنتي العرض بتاعها، وهنسرجها كلها كده لحد اخرها بنفس الطريقة كده. وبعد بقى ما هنخلصها هنظبط برضو ونشوف كده المقاس بتاع الوسط كده مظبوط معانا. بعد كده هنا جبت اللي هو شريط ستان وبلفه على الجزء اللي هيبقى من تحت. لو عندنا جبير برضو ممكن نستخدمه، لو عندنا جبير اللي هو اللون الروز او اللون البينك، اي حاجة تليق مع يعني العروسة واللبس بتاعها. بعد كده هاجي بقى اجيب اللي هو الجزء ده والزقه زي ما قلت لكم، بطلع سنة كده فوق عشان ميبقاش الجزء ده مكلكع كده. هنا بقى بعد ما لزقته كله هاجي بقى للجزء الفوقاني، هجيب برضو قطعة كده من القماش الستان الابيض والزقها برضو بالشكل ده كده. وهنا نيجي للايدين، هناخد قطعة من القماش الستان ده يعني، وهتنيها كده بالشكل ده والزقها بالطريقة دي كده، الزقها من فوق وبعدين المها من هنا ومن هنا كده بالشمع. وبعد كده بقى كان عندي اللي هو التل ده فيه زي ورد لونه روز، فلقيته ان هو هيليق معاه فحطيته كده على الفستان من تحت على التل. هنطور كده الوردات دي عليها بالشكل ده كده.
يا ريت لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش اللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش في القناه يشترك. هنا بقى بعد ما نطورت الوردات هنجيب اللي هو شريط اللولي ده، هقص بقى اللولي منه، واخد كده كل واحده والزقها في الوردة كده من النص عشان برضو تدي شكل للوردة. كل وردة كده هحط لها واحدة من اللولي اللي انا قصيته من الشريط. بالشكل ده كده. من فوق بقى عملت لها برضو قماش ستان ولمته كده من ورا عادي، يعني ما فيهاش اي حاجة، يعني حاجة بسيطة جدا، بلمتها بالشمع من ورا. وبعد كده بقى جبت الجبير اللي هو اللي فيه وردات ده وحطيته كده من فوق، وهنا هعمل بقى زي حلق كده ليها، وده كوليه برضو هحطه لها كده زي كأنها لابسة كوليه. وهنا الطرحة انا لميتها كده وتنيت جزء منها من فوق بحيث ان هي يعني تديني القبة الصغيرة دي. وبعد كده بقى هنجيب الشمع ونلزقها من فوق كده بالشكل ده ونظبطها كده. وحطيت لها برضو وردات من نفس الوردات اللي انا حطيتها على التل اللي تحت، حطيته برضو على الطرحة. وده بقى شكلها النهائي، ده الشكل النهائي للعروسة، عروسة المولد. كل سنة وانتم طيبين. اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس علشان يوصله كل جديد. واشوفكم في فيديوهات تانية جديدة ان شاء الله. اول حاجة هنجيب برطمان ازاز كبير بالشكل ده كده، يكون حجمه كبير علشان نقدر ان احنا نحط فيه اللي هي حلاوة المولد. وهنجيب كرتونة نعملها على شكل دايرة، يعني هتكون اكبر شوية من يعني القاعدة بتاعة البرطمان نفسه. وبمسدس الشمع، واجيب الشمع واحطه عليه من تحت على البرطمان، واحطها كده في النص بالظبط، واستنى لحد ما تنشف بالشكل ده كده. وهنجيب بكرة المناديل دي ده بكر المناديل اللي هو بتاع المطبخ، نعد 5 مرات وبعدين 5 مرات، يعني 10 من اللي هي يعني الفواصل دي، 10 فواصل من بكرة المناديل. وابدأ ان انا اطبقها بالشكل ده. طبعا المناديل بتاعه المطبخ بتبقى سميكة وجامدة يعني، فما نقلقش خالص. يعني انا يعني هي عشان بس تخلي الفستان بتاع العروسة يكون واقف ومنفوش. هنبدأ ان احنا بعد كده نعمل 11 سنتي اللي هو النص يعني بتاع طول المناديل، ونعمل كده بالمسطرة علشان نقسمها. وابدأ ان انا بقى اقص على الخط، امشي على الخط بالمقص واقصها. يبقى كده احنا عملنا 11 سنتي 11 سنتي، والطول حوالي 100 سنتي من المناديل. وبعد كده هجيب التل بتاعي بقى اللون اللي انا عاوزاه اللي انا حباه المتوفر عندي، واجيب الابرة والخيط، احط طبعا الاتنين كده فوق بعض، وابدأ ان انا اسرجهم بالشكل ده كده. افضل اسرج لحد
ما اوصل للاخر خالص. يا ريت يا جماعه اللي يعجبه الفيديو ما ينساش يعمل لايك علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، وعشان تدعموا القناه بتاعتي لانها لسه صغيره. فلو شايفين الفيديو يستحق ان هو يتعملوا لايك فيا ريت. هنا بقى بعد ما خلصت كل سرقتها كلها، انا لسه ما شلتش الابره. بشوف بقى كده اجيب البرطمان بتاعي علشان اشوف المسافة اللي هي يعني الجزء الفتحة دي انا هعمل لحد امتى، يعني لحد فين. ان انا مثلا اوسعها شوية اضيقها شوية وسايبة الابرة فيها لسه. اول ما يعني اتأكد بقى من المقاس اروح بقى شبكهم في بعض بالابرة علشان يبقوا بالشكل ده. وطبعا قصيت الطول الزيادة. وهنبدأ بقى نجيب اللي انا كنت عاملاها اللي هي عرض 11 سنتي ديت، واحطها كده الكرتونة دي علشان الزق عليها الطبقة الاولانية من الكرانيش ديت. فهبدأ ان انا احط شمع بقى على الكرتون والزق عليه الجزء دوت كده واحدة واحدة، لفها لحد ما اخلصها كلها. كده خلاص خلصناها. اول طبقة ديت كده لزقناها كده عشان تبقى ماسكة. هنبدأ نجيب واحدة نفس المقاس اللي هو ال11 في طول حوالي 100 بالشكل ده كده. وبعد كده بقى هنعمل نفس الشكل بس نقصنا 1 سنتي، يعني بدل ال11 بقت 10. طبعا علشان تبقى طالعة تدريجي، فكل مرة هننقص سنتي كده. انا عملت واحدة 10 وواحدة كمان، يعني بعمل اتنينات. كنا عاملين 2 11، دلوقتي بدل ال11 بقت ال10 2 فوق بعض بالشكل ده. بعد كده هنعمل تاني اقل برضو في المقاس 1 سنتي كمان، يعني بدل ال10 بقت 9 سنتي، برضو عملت منها 2. بعد كده اقل برضو دي 8 سنتي. الطول ما الطول يا جماعة زي ما هو، مش بننقص منه حاجة، هو العرض بس. يعني الطول هو العرض بس اللي احنا بننقصه عشان يطلع تدريجي. نظبطها كده. ونيجي برضو دول برضو الاتنين دول برضو اقل 7 سنتي. يعني كل مرة بننقص سنتي، اللي هي يعتبر اخر واحدة عند اللي هي فوق ديت. عند البرطمان من فوق نلزقها بالشمع علشان دي بقى اللي فوق تبقى ماسكة اللي تحتيها.
بعد كده هنجيب كرتونة عملناها على مقاس البق بتاع البرطمان اللي هو من فوق، ودي ازازة انا شلت الجزء اللي فوق الغطا بتاعها من فوق، طبعا قصيته شلته يعني، ومن تحت قصيته برضو وخليته بحجم الدايرة اللي هي الكرتون ديت. وهنبدأ بقى نحط غيرة مخفف، ودي المناديل عاملاها كده شرايط، وهبدأ ان انا اكسي المناديل ديت بالغيرة بالشكل ده كده من جوه، ومن يعني الاماكن اللي دخلناها جوه. نحط الغيرة وبعد كده نحط المناديل. طبعا دي ازازة عادية يعني ازازة حاجة ساقعة، فانتوا اي ازازة متوفرة هتقيسوا بس المقاس بتاعها وتشيلوا اللي هو الزور بتاعها اللي فوق ده، بحيث ان هي تبقى بالشكل ده كده. هنا عملتها بقى سيبها تنشف شوية، وجبنا العروسة بتاعتنا، خدنا الجزء اللي من فوق دوت يعني كستها من فوق بالمناديل برضو. وهجيب التل بتاعي اللي هو اللي انا مستخدماه في الكرانيش اللي كنت عاملاها، وهبدأ ان انا الف برضو العروسة بالتل ده. هي العروسة بس يعني الرخامة ان هي مش ايديها مش بتتحرك، فخلتني يعني كانت عامله لي اعاقه وانا بلفها كده من تحت ايديها. بس انتوا لو يعني مستخدمين العروسه اللي هي ايديها بتلف دي هيبقى سهل الموضوع يعني. وبالشمع كده ونلزق بقى التل ده، نظبطه كده من ورا ونلزقه. وبعد ما عملت الطبقة دي هعمل طبقة كمان، والطبقة دي كان فيها شريط ستان بنفس اللون بتاع التل، فهخليها كده من فوق يعني عشان تدي شكل، ولزقتها برضو. وهجيب بقى قطعة قماش باللون اللي هو الموف برضو اللي انا مستخدماه ده، وهكسيها كده الكرتونة يعني هكسيها بالقماش الموف. ولزقناها. وبعد كده بقى الجزء ده بعد ما نشف عملت سرقت على مقاسها بنفس الطريقة اللي احنا الكرانيش اللي كنا عاملينها، عملت برضو مقاسها، بس ده تل بس لان احنا عملنا المناديل خلاص لزقناها في الازازة. فهناخد التل ده نلزقه من فوق زي ما انتوا شفتوا كده، ومن تحت كمان هلزقها بالشمع كده لحد ما تبقى على مقاس الازازة. واجيب الجزء بقى اللي فوق بتاع العروسة ده وابدأ ان انا ادخله في الفتحة بتاعة الازازة، دخلها كويس كده واتأكد ان هي دخلت كويس. وهجيب كمان القاعدة اللي هي هنغطي بيها الازازة دي، ده طبعا الغطا بتاع البرطمان. هنبدأ ان احنا نحط الشمع على الحروف واحط العروسة. طبعا زي ما قلت لكم احنا عاملين المقاس هو المقاس الازازة هو مقاس الكرتونة اللي هي برضو مقاس الغطا بتاع اللي هو جزء الفتحة بتاعة البرطمان بتاع الازاز. هنا بقى شريط ستان كده واي حاجة متوفرة، لو مش عندك نفس درجة التل ممكن تستخدمي استراس او اي حاجة ونلزق بيها الوسط ده عشان ما يبقاش باين بقى ان الاتنين يعني مختلفين عن بعض. وبعد كده بقى اخر كورنيشتين عاملاهم دول مقاس 6 سنتي هحطهم. طبعا الجزء ده هلزقه برضو
وحطيت التانية كمان، لزقت طبعا اللي تحت بالشمع، واللي فوق برضو لزقتها كده عشان تبقى ثابتة، وبقت بالشكل ده. هنجيب بقى شوية حاجات كده، دي استراس انا عملته شكل التاج، وعملت لها اساور وعقد، وهركب لها برضو حلق، وده الغطا. نيجي بقى للطرحة، هنجيب قطعة تل كده باللون الموف، هي من تحت عامله لها ستان بنفس اللون، واكشكشها كده، اسرجها واكشكشها على الاخر، والزقها كده بالشمع من فوق، بحيث ان هي تبقى الطرحة بالشكل ده. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو، واللي لسه ما اشتركش في القناة اشتركوا وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد. طبعا هنا انا عاملاها علشان نحط فيها بقى الحلويات والحاجات بتاعت حلاوة المولد الجميلة اللي احنا دايما بنجيبها في المولد.